ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير قوي. انا بقالي طبعا شهرين مختفية، وعايزة اشكر كل الناس اللي سألت عليا بجد. بقالي شهرين سايبة بيتي وشغلي وحالي، وقاعدة في البلد مع والدتي. جالها كانسر وانتشر في بطنها كلها، واضطرينا ان احنا نعمل لها عملية كبيرة. استأصلنا حاجات كتير قوي، وعملنا لها وصلة داخلية وحاجات كتير قوي، وهي لسه تعبانة وفي المستشفى. المهم، قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي، عايزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد يأذي أي حد، أو ما يقولش كلمة ترضي ربنا وتكون سبب في أذى أو في خراب بيوت. حسبي الله ونعم الوكيل. تعالوا احكي لكم الحكاية كده من البداية، ودي أول مرة في حياتي أقول مشكلة تخص حياتي أو بيتي على السوشيال ميديا، بس بجد انتوا أهلي وحبايبي، وعارفة ان انتوا هتفيدوني وهتقولوا لي رأيكم بصراحة. يلا نسمي الله كده ونبدأ ونسمع الحكاية من الأول. طبعا البيت كان قاعد فيه جوزي وبنت الصغيرة، فهم قاعدين في الأوض فوق بيعملوا على قد ما بيقدروا كده، وده الشقة اللي تحت يعني كانت مقفولة، فمحدش بيقرب منها، فكلها تراب، وطبعا عايزة تتشال شيلة كبيرة، وأنا جاية مرهقة جدا جدا من قلة النوم، وطبعا قاعدة مع حد تعبان، فبيبقى هو تعبان. اللي انتوا عارفين اللي بيبقى قاعد مع حد تعبان بيبقى هو كأنه هو اللي تعبان. المهم كده احكي لكم حكايتي باختصار. احنا 5 بنات وولد جاي على ال5 بنات لأمي. طبعا والدتي تعبانة من شهر رمضان اللي فات. عرفنا أو اكتشفنا اللي عندها ده بأن الوزن بتاعها نزل مرة واحدة، نزل بطريقة جامدة جدا جدا، وده بيدل على ان فيه دم بينزل، وانيميا طبعا مزمنه بتوصل ل5 و4، فكنا بنضطر ان احنا نوديها المستشفى وننقل لها دم. اتكرر معاها الموضوع كذا مره، فبعد كده عملنا مناظير وعملنا اشاعات، وفين بقى عمال ما عرفنا. لما عرفنا كان انتشر، بدأ ينتشر ويبان، لانه هو ده خبيث فما بيظهرش غير لما بيتملك، يعني ربنا يحفظكم جميعا. فالمهم ان احنا عرفنا وبدأنا نشوف بقى نعمل لها سحب عينة علشان نحللها ونعرف النوع ده ايه علشان نديها كيماوي. فطلع نوع يعني صعب جدا، اللي هو بياخد كيماوي مركز، والكيماوي تقيل جدا وشديد، فكان الورم عندها كبر وانتشر. فالدكتورة قالت ما قدامكوش حل غير ان انتوا تستأصلوا الورم ده، وبعد كده تبقى تاخد الكيماوي. طبعا شلنا الطحال، وشلنا جزء من البنكرياس، وجزء من القولون والغدد الليمفاوية، وجزء من الاثنى عشر، ويعني حاجات كتير. يعني الحمد لله ربنا يعافيكم جميعا. وهي دلوقتي في المستشفى ولسه تعبانة ولسه بتاخد علاج، ولما تتعافى ان شاء الله من العملية هنديها الكيماوي. المهم بقى ان احنا رتبنا نفسنا انا واخواتي، كل واحد هيقعد اسبوع معاها او 5 ايام، يعني علشان ما نسيبش بيوتنا مرة واحدة. وطبعا بقى في الظروف دي فعلا بتعرفي عدوك من حبيبك، يعني بتعرفي الجدع اللي بيقف جنبك، وبتعرفي اللي بيستنهز الفرصة عشان يخرب بيتك ويقلب الترابيزة على دماغك. فأنا الحمد لله الحمد لله، أنا الفترة دي فعلا فوقتني وعرفتني فعلا من عدوي من حبيبي. بجد الشدة بتغربل اللمة الكدابة، ناس كتير تبقى حواليكي وعاملة حبايبك وهم في الأصل بيكرهوكي وهم ولا حاجة. الشدة والمواقف اللي بتبين فعلا معادن الناس، وده فعلا اللي أنا عرفته في وقت الشدة بتاعتي دي. فيه ناس كتير كنت دايما أقف جنبها وما بسيبهاش أبدا أبدا، وجات اتخلت عني وقت الشدة، ويا ريتهم اتخلوا عني وبس، لا ده كانوا بيشعللوها وبيقوموها حريقة علشان بيتي يخرب. وناس اقسم بالله بعيد عني تماما، يعني كان السلام بتاع ربنا من بعيد لبعيد، وعلاقتي بيهم من بعيد لبعيد. والله العظيم 3 ما سابوني، اتصالات وتليفونات، وبرغم من ان تليفوناتي الشخصية ما كانتش معايا حاولوا يوصلوا لي ويسألوا عليا انتي ليه غايبة. فبجد المواقف هي اللي بتبين من عدوك من حبيبك. وعايزة اقول لكم يا ريت بلاش ان احنا نعمل حاجات كتير حلوة مع ناس هي ما عندهاش اصل. هي زي التعابين. انتوا عارفين القصة بتاعت الست اللي ربت تعبان عندها في البيت؟ جابت تعبان صغير وفضلت تأكله وتشربه وترعاه، ولو تعب تاخده تكشف عليه عند الدكتور. الدكتور يقول لها يا ستي ده تعبان مش مكانه هنا في البيت. تقول له لا، ده انا هربيه وهعوده وهعلمه وانا هكون بره بيه، فهو هيطلع بره بيا. تعبان ده
اول ما كبر وحجمه كبر كده راح نام جنبها على السرير، ففرحت بيه قوي ان هو يعني ان هو بينام جنبها على السرير. بعد كده فضل قاطع الاكل، ولا بياكل ولا بيشرب، فخدته يا عيني بحسن نية تكشف عليه وتشوف ماله. فالدكتور قالت له ده بيتلف حواليا. الدكتور قال لها ده بيتلف حواليكي علشان عايز يشوف حجمك ايه، وبيجوع نفسه علشان يقدر ياكلك. هي دي التعبين، مهما تعملي خير فيها، مهما تأكليها، مهما تشربيها، مهما تعملي معاها مواقف حلوة، هو في الأصل تعبان. يعني التعبان هو تعبان. فبلاش يعني تقولوا زي ما انا عملت كده. فضلت على ناس كتير قوي اقول خليكي انت الاحسن، بلاش ده انت لما يلاقوكي كويسه معاهم هيبقوا كويسين معاكي غصب عنك حتى لو بيكرهوكي. لا 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 لا، معلش اسفه، من واقع بقى تجربتي، اللي بيكرهك هيفضل يكرهك، بصي مهما عملتي معاه. فما تجازفوش وتعملوا خير او تفضلوا يعني تيجوا على نفسكم علشان ناس ما تستاهلش. ان شاء الله باذن الله هبدا معاكم من اول وجديد في وصفات ان شاء الله حلوه وحصريه باذن الله. كل اللي انا طالباه منكم دعوه حلوه لمامتي ان هي تقوم بالسلامه، ودعوه ان ربنا يفك كربي.